ناس كتير اكتشفت إن الشخص اللي اتعاملوا معاه على إنه طبيب ما كانش طبيب أصلاً بالصورة الرسمية اللي كان بيقدم نفسه بيها. القصة هنا مش مجرد مخالفة عادية، ومش مجرد لافتة مكتوب عليها اسم ومسمى. القصة عن ثقة بنت يوم بعد يوم، وعن ناس دخلت مكان وهي متصورة إنها بتتعامل مع شخص مؤهل، وبعد كده ظهر إن الحقيقة مختلفة. والملفت في النوع ده من القضايا إن الانكشاف ما بيحصلش فجأة من أول يوم. عادة بيبدأ بتفصيلة صغيرة جدا، سؤال بسيط، ورقة ناقصة، اسم مش موجود في السجلات، أو شك من حد فاهم طبيعة الشغل. ومن هنا المشهد كله بيتغير. ودي بالضبط أهمية القصة دي، لأنها مش بس عن شخص استخدم صفة مش من حقه، لكنها كمان عن فراغ سمح له يفضل ظاهر قدام الناس بصورة مقنعة لحد ما اتكشف. بحسب اللي ادولته الصحف والتغطيات المحلية وقتها، البداية كانت في إحدى مناطق محافظة كفر الشيخ، حيث كان فيه شخص بيتعامل قدام الناس بصفته طبيب، والمكان اللي شغال منه كان بيدي انطباع واضح إنه مكان مهني عادي. وده في حد ذاته نقطة مهمة، لأن أغلب الناس لما تلاقي مكان منظم واسم مهني وشخص بيتكلم بثقة بتفترض تلقائياً إن الأمور ماشية بشكل قانوني. محدش في الظروف العادية بيفكر كل مرة يسأل: هو الشخص ده حاصل على المؤهل فعلاً؟ هل اسمه موجود في السجلات؟ هل عنده ترخيص ساري؟ وهل المكان ده مرخص أصلاً بالشكل اللي يسمح له يشتغل؟ الأسئلة دي بالنسبة لناس كتير ما بتظهرش غير بعد المشكلة، لكن قبل كده الطبيعي إن الناس تعتمد على الانطباع العام. وده اللي بيخلي قضايا انتحال الصفة أخطر من شكلها، لأن نجاحها الأول بيكون قائم على فكرة بسيطة جدا: لو المظهر مقنع ناس كتير مش هتسأل بدري. مع الوقت الاسم بدأ ياخد شكل الثقة داخل الدائرة المحيطة، والثقة هنا مش لازم تكون مبنية على معرفة قديمة أو تاريخ طويل. أحياناً مجرد إنك تشوف ناس داخلة وطالعة، أو تسمع حد بيقول الدكتور كويس، أو تلاقي التعامل ماشي بشكل طبيعي، ده كفاية جداً إن الشك يختفي. وده اللي بيفسر إزاي بعض الوقائع دي بتعدي الفترة قبل ما حد يكتشفها. الموضوع مش إن كل الناس كانت مهملة، لكن لأن المجتمع بطبيعته بيعتمد على الإشارات السريعة: الاسم، شكل المكان، أسلوب الكلام، وطريقة التعامل. ولو الأربع حاجات موجودين، بيبقى سهل جدا إن صورة كاملة تتكون في ذهن الناس. وبحسب ما ظهر بعد كده، الصورة دي كانت غير دقيقة. الشخص كان بيظهر بصفة أكبر من حقيقته، وده اللي خلى الواقعة تتحول من مجرد مخالفة إدارية إلى قضية أثارت نقاش واسع. لأن السؤال هنا ما بقاش مين هو، لكن بقى إزاي قدر يقنع ناس كتير إنه فعلا في المكان ده بحق. أول خيط في القصة، على ما يبدو من التسلسل الذي نشر، بدأ مع الشك في الأوراق والصفة، وده غالباً بيكون نقطة التحول في القضايا المشابهة، لأن أي صفة مهنية خصوصاً في المجال الطبي لها 3 حاجات أساسية ما ينفع يتجاوزهم أي شخص: مؤهل معترف به، وقيد أو إثبات مهني صحيح، وترخيص أو وضع قانوني واضح للمكان اللي بيشتغل منه. ولما بيحصل فحص للنقطة دي، الحقيقة بتبان بسرعة. في الواقعة دي الشكوك وصلت للجهات المعنية وبدأت المراجعة، واللي كان مهم هنا إن الفحص ما اعتمدش على الانطباع أو الكلام المتداول، لكنه اعتمد على المستندات والسجلات. يعني ببساطة، هل الاسم موجود فعلاً؟ هل الصفة اللي بيتعامل بيها مع الناس مثبتة؟ هل الشخص من حقه يقدم نفسه على إنه طبيب؟ ولما الأسئلة دي اتحطت قدام البيانات الرسمية، الصورة اللي كانت قدام الناس بدأت تهتز. وهنا القصة دخلت مرحلة جديدة تماماً. المراجعة الرسمية
كشفت النقطة الأهم في القضية كلها: الصفة الطبية التي كان الشخص يقدم نفسه بها لم تكن ثابتة بالشكل القانوني المطلوب، وده كان جوهر الواقعة. لأن فرقاً كبيراً جداً بين شخص شغال في مجال مساعد أو عنده خبرة جزئية، وبين شخص يقدم نفسه أمام الناس على أنه طبيب. الفرق هنا مش في التسمية وبس، الفرق في المسؤولية والثقة وطبيعة القرار اللي الناس بتبنيه وهي داخل المكان. لما حد يروح لشخص فكره طبيب، هو بياخد قرار بناء على ثقة كاملة إن اللي قدامه مؤهل ومسموح له يشتغل بالمسمى ده. ولما يتبين إن ده مش صحيح، يبقى أصل العلاقة كلها كان مبني على معلومة غلط. ومن هنا اتحركت الإجراءات القانونية، وبحسب المتداول تم التعامل مع المكان والشخص بالإجراءات المعتادة في الوقائع المشابهة: إثبات الحالة، مراجعة المستندات، تحرير المحضر اللازم، ووقف النشاط بالشكل اللي يمنع استمرار المخالفة. وفي اللحظة دي القصة خرجت من كونها شكوك وبقت واقعة مثبتة. لحظة الانكشاف نفسها كانت مهمة جدا، لأن فيها سقطت الصورة التي كانت متكونة قدام الناس. فجأة الشخص الذي كان ظاهرا في دور مهني واضح بقى تحت سؤال مباشر: هو أصلا مين؟ ودي من أكثر اللحظات اللي بتسيب أثر نفسي على أي مجتمع صغير أو متوسط، لأن الناس بتحس إن المشكلة مش بس في المخالفة، لكن في فكرة الخداع نفسها. إنك تتعامل مع حد على أساس معين وبعد كده تكتشف إن الأساس ده مش موجود. وده اللي خلى الخبر ينتشر بسرعة، مش لأن الواقعة فيها ضجيج، لكن لأن معناها كبير. أي حد سمع بيها كان طبيعي يسأل: طب إزاي ما حدش اكتشف بدري؟ إزاي الشخص يعيش وسط الناس بهوية مهنية مش هويته؟ وإزاي الثقة تبقى سهلة بالشكل ده؟ والحقيقة إن الإجابة مش كلها في الشخص نفسه، جزء كبير منها في البيئة اللي بتدي ثقة سريعة لأي مظهر مهني من غير ما يحصل تحقق مبكر. وده يفسر ليه النوع ده من القضايا بيتكرر من وقت للتاني بأشكال مختلفة. لو بصينا للقضية بشكل أهدى، هنلاقي إن اللي حصل ما كانش قائم على حيلة معقدة، بقدر ما كان قائم على 3 عناصر واضحين جدا. أول عنصر: المظهر المهني. مجرد إن الشخص يقدم نفسه بطريقة واثقة ويكون في مكان يوحي بالاختصاص، ده بيسهل القبول عند ناس كتير. تاني عنصر: الاحتياج السريع. الناس في العادة بتكون عايزة خدمة مباشرة ومريحة، ومش كل شخص عنده وقت أو عادة إنه يراجع أوراق وتراخيص قبل ما يتعامل. ثالث عنصر: الثقة الاجتماعية. لما حد يسمع إن غيره اتعامل مع نفس الشخص، بيبدأ يحس إن الأمر عادي، وده بالضبط اللي بيصنع حلقة التصديق، واحدة ورا واحدة، لحد ما يبقى فيه قبول عام، رغم إن الأصل القانوني للصفة غير موجود. وعشان كده القصة دي مهمة، لأنها ما بتقولش إن الناس كانت ساذجة، لكنها بتوضح إن الثقة اليومية أحياناً بتشتغل أسرع من المراجعة، وده بيخلق مساحة لأي شخص يحاول يلبس دور مش دوره الحقيقي. رد الفعل بعد ظهور الحقيقة كان متوقع: استغراب وغضب وأسئلة كتير. ناس سألت: هل كان الموضوع واضح من البداية؟ وناس تانية قالت: أكيد كانت فيه علامات كان ممكن تكشفه. لكن في الحقيقة بعد أي وقعة من النوع ده بيبقى سهل جدا نقول كان باين. إنما قبل الانكشاف المشهد بيكون مختلف. الناس ما بتشوفش كل حاجة، وما عندهاش حق الوصول للسجلات والمراجعات الرسمية. عشان كده دور الجهات المختصة هنا كان أساسي. هي اللي فرقت بين الانطباع وبين الحقيقة، وهي اللي حسمت السؤال الأهم: هل الشخص من حقه فعلا يشتغل بالصفة دي ولا لأ؟ ولما الإجابة طلعت بالنفي انتهى الجدل،
القضية بقت واضحة، في صفة اتقدمت للناس من غير سند مهني صحيح، وفي مكان كان لازم يتوقف، وفي إجراءات قانونية لازم تمشي. وبكده الجزء الأساسي من اللغز اتفك، مش كله، لأن أسئلة إزاي وإزاي يتأخر الاكتشاف هتفضل موجودة، لكن الحقيقة نفسها بقت معروفة. النهاية هنا تعتبر مقفولة بمعنى الواقعة نفسها، لأن الأساس الذي كانت واقفة عليه القصة سقط بالكامل. الشخص انكشف، الصفة غير الحقيقية ظهرت، والمكان خضع للإجراءات التي تمنع استمرار الوضع. وده أهم من أي تفصيلة جانبية، لأن جوهر القضية ما كانش اسم الشخص، ولا عدد الأيام اللي اشتغلها، ولا حجم الشهرة اللي وصل لها. جوهر القضية كان إن المجتمع حواليه صدق صورة معينة، والجهات الرسمية لما راجعتها لقت صورة تانية خالص. ودي رسالة مهمة جدا لأي حد بيتابع النوع ده من القصص. الغموض أحيانا ما بيكونش في واقعة كبيرة، الغموض بيكون في إن شيء غير صحيح يفضل عادي وسط الناس فترة، لحد ما حد يقف ويسأل السؤال الصح. وفي القصة دي السؤال الصح كان بسيط جدا: هل هو طبيب فعلا؟ الإجابة لما ظهرت أنهت كل شيء. ومن اللحظة دي ما بقاش عندنا دكتور غامض، بقى عندنا شخص انتحل صفة وانكشف. يمكن دي من أكتر القصص اللي بتوضح إن أخطر حاجة مش دايما الصوت العالي أو الشكل الملفت. أحيانا أخطر حاجة هي الاعتياد، إن الناس تتعود على وجود شخص في مكان معين فيصدقوه من غير مراجعة. وفي واقعة كفر الشيخ ده كان الدرس الأوضح. الثقة وحدها ما تكفيش، والانطباع وحده ما يكفيش، والصفة المهنية خصوصاً في المجالات الحساسة لازم تكون ثابتة وواضحة وقابلة للمراجعة. القضية هنا انتهت بانكشاف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية، لكن أثرها الحقيقي فضل في السؤال اللي الناس بدأت تردده بعدها: إحنا بنصدق على أي أساس؟ على الاسم، على الشكل، ولا على الورق الصحيح؟ يمكن القصة دي ما فيهاش مطاردات ولا مفاجآت مصطنعة، لكن فيها شيء أهم، حقيقة بسيطة جدا، إن سؤال واحد في الوقت المناسب ممكن يوقف حكاية كاملة كانت ماشية قدام الكل على إنها طبيعية. ودي كانت حكاية الدكتور اللي ما كانش دكتور.